قول لي شريف الفعل تعال ندفع لك قروش، والله العظيم ما عندي اي مشكله. احكي لكم التفاصيل دي بالتفاصيل الممله. قولوا دا يقولوا صنفوني قولوا دا انت قولوا. شريف ده لا شغال بكم كتير، شريف ده ما شغال بكم كتير، شريف ده بيشرب بكم الجبنه وقت ما هو فاضي كده، مش فاضي يعني انا يعتبر كده هسه فاضي، يعني انا بعمل في مكه وما الاقي وقت ده فاضي، ده يعتبر فاضي شريف، يعني ده الوقت اللي انا ما حتكلم فيه بالتليفون، ما حربط حفله، ما انت فاهمين، انا كده فاضي. يعني انا بجهز لحفله، حاليا بجهز لحفله، معناه ده وقت فضاي. يعني الوقت اللي بعمل فيه الميك اب وبجهز فيه ده اقسم بالله ما عندي وقت ثاني افضل فيه غير كده. واي مره انا حكيت لكم فيها اي قصه ولا حاجه بكون ده وقت الفاضي بتاعي، عرفتوا؟ قاعد كده بعمل لي في ميك اب ماشي لحفله، الفاضي ذاته تجهيز لحفله. انت فاهمين؟ ما فاضي لكم، ما فاضي لكم كثير، ما عندي لكم كلام فاضي، ما عندي لكم فاضي. انا هدفي بس قروشي. محل ما انا عندي قروش، محل ما بجيب قروش، ده بالنسبه لي ده حاجه تعنيني. اصل الفاضي دي ما تعنيني كثير. عرفتوا؟ الناس المعفنه اللي بتاذي دي، الفنانين اللي بيأذوا ديل، نيجي نشرب بهم الجبن احنا كده وقت فضانا، وقت نجهز للحفله نيجي نتونس كده، بنعمل فكب ونعمل في حاجه نتونس. عرفت؟ ما عندنا حاجه كده مهمه نعملها يعني. صراحه بعمل فيه ده حاجه ما مهمه يعني كثير صراحه، دي حاجه بنعمل كده وقت الفراغ يعني، وقت الفاضي كده. عرفت؟ ده المهم ابدا، ده المهم. فعشان كده احنا بنيجي نتونس بكم وقت فراغنا خلاص. لكن برضه الونسه دي يعني بندي الخطوط العريضه، ما اي حاجه بنحكيها، ما اي شيء نحكيه كده ونحرق الورق، لا لا لا، ما خلاص. برضه يعني شنو الونسه دي برضه مهمه، دي ما اسرار، ودي ما حقائق، ودي ما حاجات كده انا كنت كاتمها في قلبي بالسنين، ودي ما انا ما اخترت انه ابعد، ما اخترت انه اقوم اخلي السودان وبورسودان، ما خليت انه انا امشي ابعد واخلي السودان انا في عزي. ما الحاجه دي عندها احترامها برضه، ما عندها احترامها، زي اي واحد كده خلي السودان دي كده تمغرس في السودان ومغرزوه في الحياه دي، معاي زي اي واحد فيكم. من حقي، من حقي يا اخ. ونفسهم الاعداء والكلاب ده اللي يقول شريف خلى السودان في عزه. كتر خيركم بركه اللي عارفين كده. الليل عاد هم لو كان لا قدر الله طلعت من السودان ده مثلا انا ما رافع راسي، ما كان غطست حجري اكثر ما انتوا بتغطسوا في حجري حاليا، زي ما غطستوا حجر نادر خضر وزي ما غطستوا حجر محمود عبد العزيز. يا نعم ميتينكم واحد ورا الثاني، الشعب معفن والله العظيم. اي واحد مش يضادي له فنان، ده واحد ما فنان، بيكون نص فنان نص مقلد زي فلان الحماده دي. انا قلت لكم انا بسمع الصوت ده بتوتر، انا الصوت ده بيوترني. انت بتقلدك في مره لشنو؟ مرمرك في الشوك يا عديم الموهبه، يا عديم الموهبه، موتر وبتعادي على شنو؟ بتقل في ادبك على شنو؟ انت لو ده تقلد مش قلد امك. تقلدك في فنانه ثانيه وصوتك مزعج، صوتك انوين، صوتك مزعج. انا بسمع صوتك قاعد ازعج كده، صوت كده النبره مزعجه يا اخي. نكضب وتيجي تضادي في سيدك وطاج راسك يا عفن يا معفن يا نصف الفنان، يا طولي والتالي اول امبارح تشكشك لي مع الطرموشه. لا 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 لا، الفيلم ده انا قلت لكم شفته قبل كده مع الفنان بصلعه العفن المعفن. دقيقه الفنان بصلعه. انتوا فلان حماد دي مش برضه بيد الصلعه، مش الزرعه الشعر الساعه ولا حاجه زي كده، مش قلنا كده؟ اوكي شوف سبحان الله، صلعه. ما تزعلوا من الناس اللي عندهم صلعه، والله ما تزعلوا. لكن الزول دائما لما يعني راسه يصلع، لو ما عندك مثلا وراثه، لكن لما راسك يصلع ده معناه انت بتفكر كثير، معناه مخك ده السي بي يو او المركز التحكم ده بتاع راسنا ده شغال كثير، بيرسل ذبذبات، بيرسل رسائل، بيفكر فبيسخن والله زي الكمبيوتر. خلاص الست لما تفكر كده، مش لو هبشت راسك كده تلقى راسك سخن. والله انا يعني فاهميني كيف؟ يعني تفهميني؟ ما هو الكمبيوتر ده ذاته يتخلق او يتكون من التركيبه بتاعت المخ بتاعت البني ادم يعني، صح؟ فالبني ادم لما مخه يسخن كثير من التفكير، بالذات الراجل، شعره بيتحتى والله العظيم، لانه البويصلات بتاعت الشعر بتموت من السخانه الكثير من التفكير، من الذبذبات الكهربائيه. الكلام ده علمي. وقع عليكم تفكروا كثير كده ليش؟ ليه ذاته شعركم يبقى صلع ذاته؟ ده ما سؤال ذاته نفسه. ليه تفكروا كثير لحد ما شعركم يبقى صلع؟ معناته بتفكروا تفكيرات سلبيه، معناته تفكروا بطريقه سلبيه، معناته قاعد تفكروا تاذوا الناس، ما بتفكروا تفكيرات ايجابيه، لانه بتفكروا ايجابيا مخكم ده مسخن. ليه مخك يسخن ليه؟ ما اذا انت اي حاجه عاملها مظبوطه واي حاجه عاملها صح، ليه مخي يسخن وشعري حتى؟ فالمهم الفنان اللي هو السبب في وفاه نادر خضر ده هو شعره تحت صلعه، والفنان اللي قاعد يضاضي فيني ده برضه شعره تحت، مش زرعه هسه شايفه قام، لكن كل يومين ثلاثه بيتحت تاني، حيمشي يزرعه تاني ويتحت تاني ويزرعه تاني، حتشوفوا برامج. فخلاصته يا حماده، انت عايزه تعيدي نفس السيناريو بتاع الفنان الصلعه. دقيقه نعمل ميك اب هنا غامق عشان قلت لكم الحته دي مجرحه هنا.
فانت يا حماده، يا حماده، انت بتكرر نفس السيناريو بتاع اسمه اللي غمقت الحته دي شديد، لكن اتس اوكي. فانت بتعيد نفس السيناريو بتاع الفنان بصلعه اللي عمله في الله يرحمه استاذنا نادر خضر، دايرين تعيدوا نفس السيناريو كده، ونفس السيناريو اللي عمله بصلعه ده ذاته لمحمود عبد العزيز، لانه الفنان بصلعه ده انا بعرف في بداياته كان بيقلد استاذنا نادر خضر، وبرضه بيمشي يقلد محمود عبد العزيز، وقالوا انه بيمشي للحفلات عشان يقوم يغني في بدايه الحفله اغنيه ولا اغنيتين، او يدوه فاصل ولا يدوه حركه. ده اللي نحن سمعناه. انا زول جيت من الابيض، لكن لما جيت الخرطوم سمعت كده من ناس ام درمان، قالوا كان في المسارح بتاعت ام درمان، ناس ام درمان الاصليين حكوا لي كده. انا ما اعرف الكلام ده جد ولا ميت، لكن انتوا بتعرفوا، انتوا يا ناس ام درمان، انتوا ناس الفن، وانتوا ناس صراحه. واي زول لو ما ميز كده في ام درمان ما السودان ما بيقول لي انت فنان، معروفه. فانا ناس ام درمان حكوا لي، قالوا انه الفنان بصلعه ده هو سبب، مش ناس ام درمان، انا عارف انه هو السبب في وفاه نادر خضر. انا الحاجه دي انا عارفها، الكلام ده انا عارفه من كلام من جوا السياسه. ما انا برضو ما هين ولا لين، ما انا برضو عندي علاقات. نكذب ولا ما نكذب؟ انا عايش وين؟ عايش في موزمبيق، ما كنت عايش في السودان ونجحت في السودان، ما انا عندي علاقات دي ما دارت من ثلاثه. فمن علاقاتي عرفت انه الفنان بصلعه ده هو واحد من اسباب وفاه الاستاذ نادر خضر عديل، وهو نفسه كان ممكن يساعد الفنان محمود عبد العزيز، لانه انا حسب الان سمعته من ناس ام درمان زي ما قلت لكم انه هو كان بيقلدهم وبيطلع لهم في الحفلات وبيقول لهم ادوني فاصل لا 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 لا. طيب انت ليه ما وقفت مع محمود عبد العزيز ده؟ انت اللي بتدعي انك انت بتحبه ذاتك ده وبتحب نادر، ليه ما وقفت معاه؟ اوكي نادر خضر حصل حادثه وفرضا انك انت ما سبب فيها وغدر الله وربنا يرحمه، ماشي، نحاول نقبل الكلام ده، نحاول نمشيه، واحاول انا كمعجب لنادر خضر وكمحب لنادر خضر، ونادر خضر ده روحي اخوي، روحي حبيبي، احاول انا الكلام ده كده امشيه احاول امشيه كده، احاول، مع انه الشريف ده زول من الابيض، والشريف ده ما بروا ناس الابيض واصالتهم، وكفايه انه استاذنا نادر خضر زارنا قبل كده في الابيض وانا صغير في البيت، وكان اجمل يوم، وكان عنده حفله في مسرح عروس الرمال، وكان من اجمل الزيارات اللي زارنا لها، وشرفني في مكاني وفي حلتي قبل ما اجي اغاني واغاني، وقبل ما اجي نجوم الغد، وقبل ما اسافر، وقبل ما اقابله، قبل يا اخو استاذ نادر خضر لما شفت قلت له يا استاذ نادر انت جيتنا في بيتنا انا ولد خالد الفحيل ما اعرف شنو، استاذ نادر الوقت ده ما متذكر اصلا، ما عارفني، وجانا في بيتنا عشان انا طلبت من ابوي، قلت له ابوي استاذ نادر في الابيض عنده حفله ممكن يجي يسجل لنا زياره، وانا بس كنت بحب اغنيه بجواب في النيل الازرق، ايه اسباب غرورك البسمه، بحبها شديد، بحب المزيكا بتاعتها، عشان كده انا قاعد اعمل المزيكا بتاعت استاذ نادر، والمزيكا الحبشيه والمزيكا الاثيوبيه، عرفت الستايل ده انا تعلمته منه، بعشقه. فجانا وشرفنا وكان يوم جميل، الكلام ده انا صغيروني كده عرفته، مرت الايام وكده وكده. فاستاذ نادر ذاته لما جيت حكيت له القصه دي هو نفسه ما متذكر ولا عارف، جبت له الصوره، صور مطبوعه، انا صغيروني، حوريكم لا يوم الصور مع امي، خليها ترسل لي ان شاء الله، او البي بوستنج ان شاء الله، والله العظيم ان شاء الله في الاسبوع ده اسالها. فالمهم فلما وريت الصوره استاذ يعني كان اباوت انه يبكي واتبسط، والوقت ده بعد ما نحن اوريدي انه انا شريف وانا وخالد الفحيل، لكن هو نفسه ما كان متذكر، يعني نفسه ما كان متذكر انه هو قابلني اصلا، ولا قابلنا ببيتنا، ولا انا نفس الطفل الذما مشى بيت بتاع ود اخوه عازف اللي هو ده ابوي، عرفته موسيقي اسمه خالد الفحيل، ومشى له في بيته وسلم عليه عشان طلب منه، ولا عارف انه هو ده ولده، ولا كان عارف، قسما بالله العظيم. عشان كده ما يجننوني، عرفتوا لما اقول لكم انا تار نادر خضر ده في قلبي، ما انا ما بقول كلام ساي ولا ادعاءات ولا في شيء خلينا انا الوقت ده بالذات اقوم احكي القصص دي، عرفتوا؟ فالتار موجود، والتار من واحد كده صلعه كده عفن خلاص، وغايته ربنا يشوف غايته الايام الجايه حيحصل شنو. انا غايته عن نفسي تار نادر خضر ما بخليه، تار استاذنا محمود عبد العزيز ما بخليه خلاص، واي زول في الوسط الفني هنا يأذي فنان زي ما حصل للفنانين دي انا ما بسمح له، حتى لو نفسي، حتى لو انا اكون الضحيه مثلا للشعب، انه مثلا شريف يحبوه ولا ما يحبوه، شريف بيعمل تصرفات يضايقني، انا ولا فرق معي. اي زول بيأذي اي فنان انا حأذيه، ولا فارق معي، انا ما فرق معي حاجه، حفلتي ماشيه، حياتي ماشيه، كل شيء انا دايره بيمشي،
كل شيء طالبه من ربنا بيمشي، ايماني من ربنا زايد، ما في شيء محتاجه من زول، ما محتاج لشيء من زول. والله العظيم يا شباب انا ما محتاج لحاجه منكم ولا من زول، عمري ولا ححتاج لحاجه من زول، وربنا لا حوجني لزول، ربنا لا حوجني لزول. انا لما اجي اقدم لكم اي حاجه هنا في الوسط ده داير اقدم لكم عشان انا داير اقدم لكم. ربنا بيرزقني مباشره، بيرزقني عن طريقكم انتم، ربنا قاعد يرزقني. لكن لما اجي اقدم حاجه بكون داير اقدم حاجه، انا عندي رساله معينه، عندي هدف معين، عندي اغنيه معينه، عندي شعور معين، انتوا فاهميني؟ في رسائل معينه داير اقدمها، دي مهمتي، ده تاثيري للمجتمع.